منى شغالة في الوير هاوس وكل الناس شايفة إن المجال ده للرجالة وبس، لكن تعالوا نغير شوية الموضوع. منى بنت شجاعة واشتغلت في المخازن، وكانت البداية بتاعتها كانت داتا انتري، وناس كتير كانت شايفة إن أنتِ كده بتصدمي نفسِك يا بنتي في الcareer بتاعِك، وإن المجال ده فيه شيل وحط وتحميل وأنتِ مش حاملة كل ده، المجال ده بتاع الرجالة. بس هي كانت عاملة research قبلهم وكانت فاهمة إن مجال اللوجستيات فيه حاجات تانية غير الشيل والحط والتحميل، أنت عندك فيه inventory control، فيه cycle count، فيه stock analysis، والحاجات ديّة كلها محتاجة عقل بس متنظم. وإن أي سيستم بتقدر تمشيه صح الناس هتحترمك وتحطك فوق دماغها طالما أنت مش معرقل الدنيا. النهارده منى بقت السوبرفايزر في المكان، بقت هي مشرفة المخزن، وقدرت تتعلم اكسل ادفانسد، بدأت تتعلم اكسل بشكل محترف وتحلل الداتا بتاعت الستوك بتاعها وتطلع بقرارات خلت الشركة ما تقدرش تستغنى عنها ورقتها داخل الوير هاوس. الدرس مش مهم انت بنت ولا ولد، المهم ان انت تكوني برو اكتف وتفهمي الجيم رول بتاعت اللعبة نفسها، تفهمي الحوار ده بيتم ازاي، وتفهمي السيستم وتمشيه، وتبدأي تحسني وتعدلي وتمشي وفقا للبروسيس والرولز اللي موجودة في الشركة، فهتكوني ليك مكانة وهيرحب بيكي. ومن خلال خبرتي انا شفت كتير من البنات شغالين في اللوجيستكس والسبلاي تشين، منهم اللي شغال في البروبلم سولفينج، في شغال في الداتا اناليسيس، في اللي شغال في الستوك اناليسيس، منهم على فكره السوبرفايزر اريا مانجرز اللي موجودين في برضه في بنات. موجود فرصه تقدري تثبتي نفسك.